بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا شوف عملنا ايه النهارده. من رمضان ما عملناش حاجة حلوة، فاشتقنا ان احنا ناكل حاجة حلوة بصراحة. انا دلوقتي بعمل الشربات، كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية. انا مش عايزة ولا تقيل قوي ولا خفيف، خير الامور الوسط. يعني هي 10 دقايق وتدفع عليه مثلا، ونص ليمونة طبعا وباكو فانيليا. ومعايا لفة جلاش كانت عندي والله من بدري من الفريزر، يمكن لها شهر، وانا هقطعها تقطيع عشوائي. المهم ان هي تكون متقطعة زي المكعبات كده. هنقطعها عشوائي كده على طول. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. بس هنقطعها عشوائي كده على طول، اي تقطيع انت عايزة تقطعيها، المهم تكون مقطعة ايه وتفرفطيها كده ايه خالص. حطيتها ايه في البولة كده، فرفطيها خالص على الآخر كده، تفككيها من بعضيها. هنحط جوز هند ومعلقتين سكر بودر وكوباية سميد بسبوسة اللي هو السايب ده. أنا بقولكوا أهو كوباية سميد بسبوسة. أنا أول ما أقرر أعملها والله العظيم قلت أجربها، لو طلعت حلوة هنزلها، ما طلعتش حلوة هرميها والموضوع خلص. بس بصراحة طلعت جامدة. وكوباية سمنة، وطبعا هتخلي السمن كله ايه يخش جوه المكونات دي، واللش والبسبوسة وجوز الهند وكله. بس شوفي تعمليها في 10 دقايق، أسهل حاجة حلوة تعمليها، والطعم حكاية، وجربيها على ضمانتي. بس هتنزليها كله كده وهتدوسي عليها تسويها كده وخلاص. بص سهلة ازاي، أسهل ما يمكن حاجة حلوة تعمليها كده في ثواني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هتدوسي عليها كده ايه علشان طبعا تخش كلها في بعضيها. وهتحطيها كده في البوتاجاز على الشبكة اللي في النص، هي تلت ساعة كده بالظبط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وترش عليها بقى معلقة سمنة كده في الآخر، هي فيها أيوة السمنة بس ده لازم يعني. تعرفين إن الحلويات اللي بعمل إيه في الناس اللي برا دي، كل ما أجي أسجل فيديو يطلع لي بتاع الخضار يا الناس الجيران حاجة، اللهم احفظنا يا رب. هترش عليها معلقة سمنة كده على الوش بس، الموضوع خلص. سهلة جدا، أسهل ما يمكن. بس هروح أحطها بقى في الفرن. وطلعت اهي، وادي الشربات بسم الله ما شاء الله. لو ما احمرتش كلها بشقت في الفرن وشغلي عليها الشواية ثواني كده وطلعيها زي ما انا عملت، وهسيبها تبرد. سبتها تبرد يا جماعة، والله العظيم بجد جميلة جدا. انا بصراحة كنت خايفة لا تطلع ناشفة يعني، لكن لا والله طلعت جميلة جدا. طعم البسبوسة حلو قوي فيها، وهي حاجة حلوة عملناها بلفة جلاش، يعني حاجة بسيطة وسهلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعملوا لي بقى لايك، ومفيش مشاهدات ولا في حاجة أبدا. يلا الحمد لله. بص طالعة عاملة ازاي، جميلة بالفعل يعني، طعمها جميل جدا. بص الطراوة طرية كده وحلوة وناعمة وجميلة، بتقرمش، وفي نفس الوقت البسبوسة ناعمة فيها. ألف شكر ليكم، وألف هنا وشفا للي أكل. سلام.